بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتدنا في كل عام أنه كلما قربت العشر الأواخر من شهر رمضان ويكثر التساؤل عن زكاة الفطر، ويصبح حديث الشارع هو زكاة الفطر، ماذا يخرج فيها وهل تجوز نقدا أم لا تجوز؟ معلوم أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة، فرضت بالسنة بقول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر، لآخر الحديث. وهذه الزكاة تخرج من أصناف 9، منها قمح، الشعير، والسلت، والتمر، والزبيب، والذرة، والدخن، والأقط، وتخرج من غالب قوت البلد. واختلف هل غالب القوت على مدار السنة أم هو في شهر رمضان خاصة. المشهور أن غالب قوت البلد في شهر رمضان، والذي تخرج من هذه الزكاة من أحد هذه الأصناف 9. هل يجوز إخراجها نقدا؟ جمهور أهل العلم على عدم جواز إخراجها نقدا وتخرج طعاما فقط، إلا أن هناك من أهل العلم من أجاز إخراجها نقدا للحاجة، فإخراجها نقدا للحاجة أمر جائز. والحكمة من هذه الزكاة هي طهر الصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال في هذا اليوم، وفيها في النقد أو في إخراجها قيمة فيه من النفع للفقير أكثر مما هو في الطعام. وباختصار هذه بعض أحكام زكاة الفطر.